يعني بابا بيتعصب ازاي وفي المدرسه اعمل ده مع اصحابي. انا بشوف ان ده قمه الانانيه اصلا. ايه الفرق بين انك تتحكم في غضبك وانك تدير غضبك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست شاي بالتميز. النهاردة هنتكلم عن إدارة الغضب. زي ما انتم عارفين شعارنا هو صحبة دافية بعقول واعية. خلونا نرحب النهاردة بزمايلنا. ازيك أستاذة مروة؟ اهلا يا مريم، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا هاجر؟ الحمد لله يا حبيبتي. ومعانا صابرين. ازيك يا صابرين؟ حبيبتي الحمد لله. وخلوني أعرفكم بنفسي، أنا مريم. خلونا نتكلم النهاردة عن إدارة الغضب، ونبدأ إن احنا نسحب كل واحد يسحب سؤال ونجاوب عليه. يلا خلونا نبدأ بيك يا صبري. اوكي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا سؤالي بيقول هل بتعرف تقول انا اسف لو غلطت وقت الغضب ولا الكبرياء بيمنعك؟ لا الحقيقه بعرف وكويس جدا الحمد لله. فكره ان انا اطيب خاطر اللي قدامي او اقول له حقك عليا، لو حتى لو انا مش قصده ان انا ازعله. الموضوع مش صعب بالنسبه لي تماما. وبشوف ان ده برضو بيرجع العامل تربوي. يعني انا طلعت شفت اهلي بيتعاملوا ازاي، اسرتي بتتعامل ازاي، فاكتسبت المهاره دي منهم، ان انا اعرف اقول انا اسفه، اطيب خاطر اللي قدامي، ما اشيلش حمل ذنب ان حد يزعل مني او ان لا. طب يا صابرين، لو حد ما حسيتي ان هو مش مقدر شويه تطيبك لخاطره او ان هو تقديرك له، بتعملي ايه؟ بتعتذري برضو؟ بعتذر برضو بس ما بستمرش بقى خلاص. اصل ما دام هشيل ذنب ليه حاجه زي دي؟ اصل انا غلطت، تمام، سواء قصد او مش قصد، انا جرحتك، لا فانا اسف، حقك عليا، ما تزعليش، بس خلصت. تمام. ما هي رسالة لنفسك انت ان انا بالظبط دي حاجة ما تصغرنيش او كده، لا دي حاجة بالظبط. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ليه حديث بيقول فيه يدخل الجنه كل هين لين سهل. الموضوع في الجانب العلمي، في العلماء قسموه لجوانب اكتر من جانب. في اللي بيتكبر ان هو يقول انا اسف، انا ما غلطتش، ايجو. تمام. وفي نوع تاني يقلب الترابيزه، اللي هو لا انت السبب، انت اللي خلتني اغلط، انت اللي عملت كده. لا بس هي كلها دوافع نفسيه تندرج تحت الكبر، لمجرد ان انا ما اعترفش بغلطي. بس انتوا ايه رايكم في الموضوع؟ هو فعلا جميل ان انا ابقى يعني نمط حياتي ان انا امشي بطيب بخاطر الناس، دي حاجه كويسه، وان انا اعترف بغلطي. الموضوع عادي كلنا بنغلط. سهل. وبعدين في نقطه كمان، الكبرياء اصلا صفه شيطانيه اصلا. تمام. يعني الرسول عليه افضل الصلاه والسلام برضو ليه حديث لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قله الاعتذار او عدم الاعتذار ده نوع من انواع الكبر. فانا ليه؟ الموضوع بسيط، الدنيا اهون من كده بكتير، الدنيا سهله، نهونها على بعض. بالظبط. الدنيا اسهل من كده زي ما احنا كلنا كده مهونينها على بعض بصحبتنا. الحمد لله. هسحب انا سؤال. سؤال هاجر. هل العصبيه وراثه؟ اصل عيلتنا خلقها ضيق ولا دي شماعه بنعلق عليها قله حيلتنا؟ سؤال مهم ده. هو فعلا ناس كتير بتستسهل وتقول ده طبيعي، وده اصلا دي حاجه عندنا وراثه في العيله. بس هو العلماء قالوا ان فعلا في جزء وراثه، في عندنا استعداد ان احنا في الجهاز العصبي عنده استعداد ان هو يتعصب، وفي جزء ان انا بقى ايه بسيطر عليه اللي هو الفعل. طيب قسموا الفكره في ان اول نوع سموه يعني او سموه القنبله المحشوه، اللي هو الفتيل بتاعها قصير، فانا بتنرفز بسرعه وفتيلي بيخلص بسرعه فهبدا انفجر. وده بقى اللي هو هبدا اكسر، طب هبدا ازعق، طب هقول الفاظ. دي طريقه.
في ناس تانية بتقول ان ده في محاكاة، ان يبقى الطفل صغير ويلاقي باباه وقت الضغط النفسي او العصبي بيبدأ يزعق فخلاص ده بيترجم عنده هو فكرة ان انا وقت الضغوط او المشاكل هبدأ ازعق، فدي بتبقى محاكاة. في بقى النوع الثالث اللي هو بقى ايه فكرة الكومفورت زون، والطبع يغلب التطبع، وانا اصلا دي طبيعتي وده انا اصلا عصبي فمش هغير من نفسي. دي بتبقى حيلة دفاعية بقى ان انا بستسهل بقى خلاص مش عايزة اتغير، دي طبيعتي. فده طبعا ايه اللي هو انا بريح ضميري وهنيمه ومش هتغير، فهو المفروض ان احنا نغير. في بعض الناس يا هاجر احيانا بتطلع عصبيتها الزياده على البيئه الامنه او الناس المقربين او دايره الامان بتاعتها على اساس ان هم هيتحملوها. صحيح. فانا اعمل براحتي اللي انا عايزه عشان عارف ومتاكد ان هم هيتحملوني. احيانا برضو بيبقى في تراكمات، يعني حد بيراكم مشكله ومشاعر مشاعر مشاعر، فبيجي في وقت بقى بوم بينفجر. كبت ده. فالمفروض ان احنا نبدا نفرغ مشاعرنا دي بقى اول باول ونتعلم اداره المشاعر، صح. عشان نقدر نوصل بعد كده للهدوء النفسي بقى والسلام اللي يخلينا مش متعصبين على طول. أيوة لان برضو العصبيه دي بتاثر على اولادنا، واحيانا الولاد بيكونوا زي مرايه اهاليهم. بالظبط، بابا بيتعصب عليه ازاي عامل كبير جدا. طبعا جدا جدا. يعني بابا بيتعصب ازاي وفي المدرسه اعمل ده مع اصحابي. بالظبط. أيوة. فده ما ينفعش. او بالظبط. او ماما بتتعصب ازاي واعمل ده مع اصحابي. فده في حد ذاته ما ينفعش. او اكبت بره واجي افرغ جوه في الدايره الامنه بتاعتي، في لان دايره الامان بتاعتي ضامنه وجودهم مش هيزعلوا مني والموضوع هيعدي، فده مش حل خالص. انا بشوف ان ده قمه الانانيه اصلا. فكره ان عشان انا ضامنه ان هم يعني اهلي فمش هيزعلوا، لا هم ليهم حق عليا. ليهم حق عليا برضو ان انا طبعا ما فرغش. في طرق كتير لتفريغ المشاعر غير اهلي. صحيح. غير ان انا افرغ في اخواتي، اصحابي. لا، في طرق كتير. صحيح. وعلميه كمان. طب مريومه تسحبي انت سؤال ولا اسحب انا سؤال؟ لا اسحب انا سؤال. اسحبي. لا انا شايفه انت تاخدي السؤال ده احلى. اوكي ماشي. السؤال بيقول ايه الفرق بين انك تتحكم في غضبك وانك تدير غضبك؟ طيب بسم الله بقى. بسم الله. خلونا نتكلم عن التحكم والإدارة من جانب الآلية. هما دورهم ايه او ازاي بتصرف في كل واحدة فيهم؟ عايزة ادي امثلة بسيطة. التحكم هو عامل زي الكورة الكبيرة اللي مليانة هواء، وانا بحاول اضغط عليها علشان انزلها تحت المية. الكورة دي ما بتنزلش، وانا بعافر وبستنفذ كل قوتي علشان اضغطها وانزلها تحت المية. ده كبت المشاعر او التحكم في المشاعر بتاعتي. فاول ما عضلاتي تهدى وانا اضعف وخلاص مش قادرة، هسيب الكورة دي، هلاقي الكورة نطت في وشي انفجرت، وساعتها انا اللي هتأذي. اما بالنسبة للإدارة فهي بالظبط عاملة شبه مهندس السدود. هو مش بيوقف النهر، هو بيفتح له قنوات عشان المية دي تمشي وتولد له كهرباء. حلوة قوي تشبيهات. جميل. تشبيه جميل. هو هنا وظف المية صح واستفاد منها. فأنا لو اتعاملت كده مع مشاعري بالإدارة هعرف أوظف المشاعر بتاعتي في مكانها الصحيح واستفاد منها. شعور الغضب لما بيجي الناس بتفكر اللي هو لا دي حاجة وحشة قوي، انا عصبي، انا غضبان، انا خلقي ضيق، انا اصلا كان ابن 7. لا، هو الموضوع ملوش علاقه بالكلام ده خالص. هو الشعور ده او شعور الغضب ده هو مجرد شعور ربنا خلقه جواك، هيجي يقدم لك رساله وماشي. فانت ما ينفعش تعمله كده. تمام. عملته كده مش هتسمعه. عايزين نتكلم تاني من جانب الرساله. هو شعور الغضب ده لو انا عملت له كده، حطيت ايدي كده على شخص مثلا قدامي، عارف هو بيقول ايه؟ لا مش عارف هو بيقول ايه. طيب لو قلت له اتفضل اشرب الشاي معانا في بودكاست شاي بالتميز، قول لنا انت عايز تقول ايه، انت ايه دورك. بس يا بخت منظره يخفف يا بخت منظره يخفف. فهيجي يقول لي مثلا سي فلان تعدى حدوده معايا. ده شعور الغضب. هو جاي ينبهك ان في حد تعدى
الخطوط الحمراء. اسمعهم اسمعيني. واحاول افهم الموضوع. ممكن اكون انا مكبره الموضوع جوايا، ممكن صح. ممكن يكون الموضوع مش مستاهل اصلا كل المشاعر الاحاسيس اللي جوايا دي، بس مجرد ما اهدى كده واقعد مع نفسي وابدا اتناقش، تسيبي لنفسك مساحه، الموضوع ابسط، ابدا افهم ان والاقي الموضوع فعلا ابسط واهون. صح. طيب عايزين بقى اتكلم في حته مهمه قوي بالنسبه للتحكم الاداره من جانب النتيجه. ايه اللي بيحصل لي لما بحاول اجبت او اتحكم في شعوري، ولما بحاول ادير الشعور ده؟ لما بحاول اتحكم في الشعور بتاعي بيبقى في طاقه جوايا، الشعور ده شايل طاقه انا كبتها جوايا، هي ساكنه جوايا. ممكن قدام الناس خارجيا انتي شايفاني تمام مفيش حاجه، انا بضحك وبهزر ولا انا مفيش اي غضب عليا بس داخليا انا بنهار. ايوه هي فعلا فكره حتى كلمه تحكم دي تحسيها فيها عنف، فيها مكتفاه وملجماه. بالظبط. الطاقه اللي جوايا دي بقى بتطلع في صوره امراض نفسيه وامراض جسديه. تمام. طيب انا لو يعني عملت اداره لشعور الغضب ده، النتيجه هتكون ايه؟ تخيلوا يعني النتيجه ممكن تكون ايه؟ هو فرق شاسع اصلا ما بين الاثنين، فرق شاسع، يعني فرق كبير جدا. فكره ان انا اتحكم، ان انا اكبت، ان انا اضغط، فكره ان انا ادير ده. نتيجه ان انا اجي اقول لك او اسمع ان انا اسمع شعور الغضب بتاعي وابدا اوظفه، فانا الطاقه بتاعتي دي بدل ما اكتمها جوايا وتطلع لي صوره امراض، لا انا عرفت الطاقه دي هوظفها ازاي. زي ما قلنا مهندس السلوك، فكره النهر، ان انا اجاري النهر. انا دلوقتي عندي طاقه، فلان تعدى حدوده معايا، طيب بعد اذنك يا فلان انت عملت 1 2 3 والمره الجايه هيكون لي رد فعل قوي. فانا هنا وظفت طاقتي في اني ارسم حدود. حصل قبل كده موقف معاك يا مريم؟ اكيد طبعا. زي ايه؟ اكيد. بس انا ما كانش عندي الوعي بصراحه بتاع دلوقتي، يعني كان الموقف ده قبل الوعي شويه. تمام. فكان ممكن الشخص اللي قدامي، انا ما عنديش مهاره اداره المشاعر، ما اتعلمتهاش، ما اعرفش يعني ايه مشاعر. انا كل لما يجي لي شعور الغضب ده بعمل كده. انت مش لازم تشوفيني متعصبه، انا كده شخصيتي ضعيفه قدامك. فانا كان في شخص ما في عائلتنا، يعني لو شاف الفيديو ده هيعرف بقى. كان بيحاول ان هو يستفزني قوي، يضايقني. فانا وقاصد، يعني الله اعلى واعلم بقى وقتها كان قاصد ولا لا. فوقتها انا كنت من شده غضبي عماله بني اوكي مفيش حاجه، وعماله اضغط الغضب ده ايه جوايا، عمال كبت اللي هو انا من جوه انت لو عملتي لي كده هنهار، انما من بره لا انا مبينه ان انا اوكي مفيش اي حاجه. تخيلي روحت البيت بس عياط هستيري بقى وتكسير وضغط، واللي يكلمني مثلا حاجه بسيطه قوي تلاقيني انفجرت. فلا ده كان حاجه مش صحيه. حسيتي ان انتي ما عرفتيش تدافع عن نفسك؟ مش عارفه. بعيدا عن مش عارفه ادافع عن نفسي، كمان انا مهزوزه. انا عشان مش بظهر طبيعتي او بسمح لنفسي اني اكون انا زي ما انا، فانا عامله كده. تمام. يعني انا من جوه انت تمام مفيش حاجه، بس انا من جوه خايفه. فاهمه؟ بس يلا مروه بقى دورك. اصحابي خلاص هسحب سؤالي. بسم الله. السؤال ده جاي على الجرح. ايه الرساله اللي جسمك بيبعتها لك لما تتعصب؟ هو في اختيارات، بس الاختيارات دي يعني في منها فيا وفي منها لا. صداع، وجع معده، رعشه. هو ممكن صداع ووجع المعده احيانا، بس الرعشه لا. والسؤال ده ليه لمس معايا؟ لانه انا مريت بتجربه فقدت والدتي ربنا يرحمها من فتره بعيده شويه. وطبعا زي مجتمعنا المصري كل المقربين عشان يواسوني يقعدوا يقولوا لي اجمدي. هي في مكان احسن، طبعا هي في مكان احسن عند ربنا يعني، وربنا يتقبلها من الشهداء. ولكن كل ده كلام هم متخيلين ان هم بيسندوني بيه او بيقووني بيه. وانا عشان اول مره كنت امر بتجربه صعبه وتقيله زي دي، فبحاول اسمع كلامهم. انا الصح ان انا اكبت مشاعري، الصح ان انا اكتم جوايا، الصح ان انا ما اظهرش ان انا زعلانه على امي. ففضلت اكتم لحد ما من كتر ما مشاعري جوايا وبدات تدخل جوه جسمي وانسجه جسمي بقى بيصرخ. جالي مرض مناعي الحمد لله. الله يسلمكم جميعا. الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا.
فأنا نصيحتي لأي حد ما توصلش لمرحلة إن جسمك يصرخ من كتر المشاعر اللي جواه. فرغ أول بأول، ممكن نكتب، ممكن نبعت لنفسنا فويس نوت، ممكن نعمل أي حاجة تريحنا نطلع بيها المشاعر اللي جوانا. ولازم نسمي كل شعور، كل شعور إحنا مرينا بيه وحسينا بيه لازم يبقى ليه اسم ونسميه. لو مش عارفين نسمي المشاعر، في ناس ما بتقدرش تسميها أو ما بتعرفش، ندور على حاجة اسمها عجلة المشاعر ونبدأ إن إحنا نعرف اسم كل شعور لمسنا قوي ونكتب. يا جماعة كتابة كل اللي إحنا بنمر بيه دي حاجة بتخلينا مرتاحين. جميل يا مروة. في ناس كتير بتخلط بين مشاعر الرضا ان انا ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وبين ان انا ازعل، وده طبيعي، ده حقي واحزن. الحزن يعني وكأن الحزن ما ينفعش ان احنا نحس بالحزن، بالظبط، وكأن ده فبالتالي اعتراض بيكبتوا، على حكم ربنا، مع ان ده لا يتعارض، يعني الاثنين لا يتعارضوا ما مع لهمش بعض. علشان كده علاقة. بعد فترة بقى اتعلمت الفرق بين الرضا والتقبل. التقبل ان حاجة مضايقاني بس انا قادرة اتقبلها واسمح ان انا ادي لنفسي المساحة ان انا تسامح فيها. لكن الرضا ان انا راضية تماما ومسامحة تماما. وتعلمي للفرق ده وان انا ادير مشاعري واحترم مشاعري واحب نفسي وتقبل وفاة والدتي، هو ده اللي خلاني عارفة اقف على رجلي لحد دلوقتي. لا انتوا اثرتوا فيا جامد بقى. نغير الموضوع بقى يا جماعه، ربنا يرحم موضوعنا يا رب اللهم يا رب. خلونا ناخد الدايره بتاعتنا من الاول، يلا نبدا ونبدا تاني بيكي صبري. بسم الله. طيب هو سؤال يعني مكمل لباقي الأسئلة. الكبت بيولد الانفجار، ايه الطريقة الصحية اللي بتفرغ بيها مشاعرك السلبية أول بأول؟ نقول قبل الوعي ما كنتش بعرف تماما أعمل ده. كنت بفضل أكبت، أخد كل موضوع، كل حوار، كل زعل على جوه لحد فعلا ما بتحصل قنبلة وبوم. بس بعد الوعي بقى لا، قدرت أفهم إن لا، أنا حقي تمام إن أنا أعبر عن مشاعري. أنا زعلانة منك يا مريم. ليه ما عملتش حصل 1 2 3. أنا حتى لو رد فعل مريم مش هيرضيني، بس أنا على الأقل قلت، على الأقل عبرت عن مشاعري. تمام. سي مثلا لو الموقف كبير قوي ومرحلة الغضب جامدة، واصلة لمرحلة جامدة جدا، ويمكن الموقف ده لسه حصل لي قريب من كام شهر. تمام. يمكن أنا عالجته بالحركة. ازاي يا صبري؟ ازاي عالجتيه بالحركة؟ شلت الشقة وحطيتها هديتها وبنيتها. حلو قوي. العلاج عند الست المصرية. بقيت اتحرك في الشقة، يعني اروق واعمل واشيل واحط ده يحبوا التفريغ ده قوي. تفريغ مشاعر هايل. اني حاسة ان انا، ما هو انا بطبيعتي لما بيبقى في حاجة مضايقاني بسيطة بدخل انام، الموضوع بيتعالج. لكن انا لو كنت دخلت نمت على الحالة دي كان ممكن ما اقومش اصلا، يعني بعد الشر عليا. بس وارجع واقول برضو الاهل الاسره عليها عامل كبير جدا في نفسيه اولادهم. اكيد. تمام. سواء بقى في اعتذار، سواء في مشاعر، سواء يعني انا والدتي الف رحمه ونور عليها، الله يرحمك يا امي ويغفر لك يا رب، ليها فضل كبير جدا، لان هي كانت انسانه الله يرحمها سلسه، مرنه، طيبه، كان فيها كل الصفات الجميله بصراحه. وانا الحمد لله سهلت علي حاجات كتير. وفي مرحله برضو الوعي وان انا اطور من نفسي وكده، الموضوع بقى ايسر بالنسبه لي. انت اكتسبتي ده من والدتك، يعني فكره الاعتذار والمرضيه والسلاسه جدا اكتسبتي، يعني ده اللي قصدك. جدا حبيبتي الله يرحمها كانت سهله قوي. مثلا كانت تزعل من والدي ربنا يديه الصحه، كانت تقول له الطيب احسن وبلاش نعاند بعضنا. الناس الطيبه انواع المرضيه تنديله يعني طيب وخاطره. فالموضوع لا، عليه عامل كبير وراثه، وعليه عامل كبير اعتراف ان انا ادرك ان انا عندي مشكله لازم اعالجها، اقف عندها.
ما سيبش بقى الموضوع، ما مشيش. اصل احنا مطالبين طول ما احنا عايشين، تمام، نطور من نفسنا. الرسول صح. عليه افضل الصلاه والسلام قال عليه الصلاة لو والسلام. القيامه خلاص وانت في ايدك زرعه ازرعها. ما هو ده بيحسنا على ايه؟ ان احنا نفضل دايما ما تطور. نيأس. صح. أوكي. مش تمام. كبرنا، مش عدينا، مش لا، طول ما احنا فينا نفس طالع وداخل مم. نفضل نحسن ونطور من نفسنا لاخر العمر. صح. والله لو عندك 90 سنه مم. مطالب هتتحاسب، لازم تطور، لازم تحسن، لازم تكون افضل. وكمان بس. في كمان يا صابرين حاجه مهمه قوي، ان انا اعترف لنفسي بان يعني انا اصلا عندي مشكله، اعترف بالظبط. بوجودها. ده نص بالظبط. العلاج لان نص يعتبر. العلاج ان انا اعترف بالظبط. انا عندي مشكله واسميها واقول المشكله دي بتظهر لي امتى. الادراك نفسه، ادراك المشكله بالظبط. ان انا اوريدي عندي مشكله. وان انا كمان حاجه مهمه جدا ان انا اختار اللي اعرف اشاركه مشكلتي. يعني مم. مثلا مهم. انا في مشكله مش قادر اوصل فيها الحل، او في حاجه تعباني مش قادر اوصل مم. فيها الحل، اشوف صديق امن اقدر اشاركه. لقيت الموضوع كبير ومحتاج تدخل، ممكن اشوف اخصائي نفسي مم. او كوتش او حد يكون فاهم في الحته دي، واروح له واطلب، يعني اشوف مساعده ليا. هيقدر ياخد بايدي هيقدر فعلا. ياخد بايدي فعلا، وان انا اقدر اوصل لحاجه تريحني. صح. مم. فحاجه مهمه جدا ومش عيب ومش غلط مش عيب ومش ان غلط. انا اشارك حد وحد يكون معايا في حياتي عموما. بالظبط. صح. بالظبط. حلو قوي. ومن ده انا بصراحه يعني اكتر حد بشاركه اسرتي الصغيره. ربنا اكيد يبارك بودكاست فيهم شاي يا رب. بالتميز، اكيد قولي الحقيقه. انتوا اسرتي الاكبر شويه، بس اسرتي الصغيره في البيت هم اكتر ناس بالنسبه لي بيئه امنه بشاركهم، وبعدين انتوا بقى ربنا يبارك حبايبي فيهم كلكم يا رب. اصحابي. الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. اجمل حاجه اما يكون ربنا كارم الواحد باسره متفاهمه بتدعمه. الحمد لله. سواء بقى في حزن، في غضب، في زعل. صحيح. الدعم ده من الاسره بيمثل حاجه كبيره قوي صحيح. بصراحه. طيب أصحاب خلونا سؤال. نكمل الدايره يلا بقى يا بتاعتنا. اصعب سؤال اشوف كده. لما بتغضب بتهجم وتواجه ولا بتسكت وتنسحب وتعمل بلوك؟ والله هو سؤال خطير. طيب انا مش هتكلم على نفسي، يعني هتكلم على العلماء قسموا الموضوع لكذا نوع. في ناس بتهجم، في ناس شايفة ان المشكلة بتوجه لهم خطر، فلازم يهجموا ما يدوش فرصة. فبيبدأوا يعلوا صوتهم، يبدأوا يقولوا كل جواهم بس بطريقة عنيفة، يطلعوا بقى سم. يعني هو ايه، بيفوق بعد انفجار زي الكورة اللي انتي قلتي عليها بتنفجر. هي فعلا نفس اللي كان بيحصل معايا قبل ما فكرة الوعي بقى والتطور والكلام ده كله فعلا بتبقى قنبلة، بتبقى ففعلا كلام حاد جدا بصراحة. ايوه فعلا بيبقوا مش حاسين خلاص، مش مدركين خلاص وصلوا لأعلى درجة، فبيهاجموا شايفين ان ده تحدي وانا هكسبه. بيعملوا إرهاب للي قدامهم علشان يضعفوه ويسكتوه. فدي ناس، دي طريقة يعني. في ناس تانية بتنسحب، شايفة انا هكبر دماغي بقى، انا هعمل بلوك واريح دماغي، انا في غنى عن وجع الدماغ ده. فبتنسحب في صمت، او ده بيزعق فانا قاعدة ماسكة الموبايل وانت بقى تمام يعني. ده بيوصل رسالة للطرف التاني ان انا كده انا مش مهم بالنسبه لك، انت مش معتبرني موجود في حياتك، او انا مش بمثل لك اهميه زي ما انت مهم عندي. فده دي مشكله. وجوتمان، العالم جوتمان قال ان ده اسمه بناء الجدار العازل. ده بيبقى اخطر في العلاقات من اللي بيهاجم. في بقى النوع التالت اللي هو القط والفار بقى. لو جبنا اللي بيهاجم مع اللي بينسحب في علاقة واحدة هما الاتنين ووقعوا في المشكلة، ده توم وجيري. اللي بيطارد واللي بيجري منه الهارب. فمش بيوصلوا طبعا خالص لنقطة يعني. بمناسبة بقى توم وجيري والكرتون، عايزين ننهي بقى. كل حد فينا لو عايز يقول حاجة هتقولوا ايه واحنا قاعدين قاعدة حلوة كده؟ مريم. عايزة أقول إن أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكم،
وان انا قدمت حلقه في بودكاست شاي بالتميز، وان انا وسط الصحبه الجميله الدافيه اللي دايما لما بشوفهم بديهم حضن قد كده. بس هاجر. انا حابه اقول ان انا مبسوطه قوي فعلا بشاي بالتميز، ودايما يا رب دايما في تميز ومستمر. وان العصبيه دي حاجه مش حلوه خالص، لازم كلنا نشتغل عليها ونطور من نفسنا. بس يعني يا رب دايما كلنا في احسن حال. صابرين. أجمل صحبة، ودايما بندعم بعض، ربنا ما يحرمنا من بعض أبدا، ودايما يا رب من أحسن لأحسن. ونصيحة طبعا لأي حد بيسمعني ويشوفني دلوقتي، الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حذر من الغضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، الغضب سمة سيئة جدا. وانا كمروه اولا عايزه اشكر اسرتي، ممتنه ليهم جدا ان هم عطوني يعني ساعدوني ان انا يبقى عندي الوقت ان انا اشارك في بودكاست شاي بالتميز، والصحبه الجميله اللي معايا دي ان احنا نتشارك كلنا كل حاجه وبنخرج مع بعض وبنعمل حاجات كتير قوي مشتركه بينا. فشكرا، وهتشوفوا بقى معانا صحبه تانية جديده الحلقات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم.